بنظام مش كويس، مش عاجبني ومش عاجب اي حد لحد دلوقتي. النادي الاهلي كلنا عارفين اخر مباراة ليه في الدوري، اللي تعادل فيها 1-1. مباراة كانت سيئة بالنسبة للنادي الاهلي. طبعا انت دلوقتي هتقول لي طب ما الاداء بتاع النادي الاهلي كان كويس. هقول لك احنا ما بنعتمدش اداء، انا بعتمد نتيجة اخر المباراة. ماليش دعوة لعب كويس لعب مش كويس، لا، انا اهم حاجة عندي نتيجة، وده اهم حاجة عند اي جمهور وعند اي نادي. فهتيجي تقول لي النادي الاهلي قدم اداء وما قدمش اداء، هقول لك كلها بتأدي في الملعب. فالنادي الاهلي يعتبر كده مش كويس. تمام، دي اول نقطة. هنيجي لتاني نقطة، وهي ان المدرب جديد. طب تمام، دي تاني نقطة مش هنتكلم فيها برضه. تمام. انما بقى يكون عندك الدفاع شوارع، دي نقطة أساسية، ودي نقطة لازم نتكلم فيها، ولازم أي حد يتكلم فيها، أي حد فاهم يتكلم في النقطة دي. احنا عندنا صفقات بملايين، الأهلي عنده صفقات بملايين. فهتيجي يعني هتيجي على الدفاع ومش هنجيب صفقات؟ لا، لازم النادي الأهلي يطور نفسه في الدفاع. دفاع النادي الأهلي شوارع، دفاع النادي الأهلي شوارع. يعني ده أهم عنصر بيخلينا نتعادل أو نخسر في المباراة، اللي هو عنصر الدفاع ده. ياسر إبراهيم بيأدي بشكل بنلاقيه كده، قام مرة واحدة كده قام مباراة ونام 10 مباريات ورا بعض. طب وده ما ينفعش مع النادي الأهلي، ما ينفعش مع اسم زي اسم النادي الأهلي. وطبعا وهفضل أقولها من هنا للسنة الجاية، الأهلي ينقصه شخصية قوية إدارية، شخصية إدارية قوية. طب مين ده؟ احنا محتاجين كابتن سيد عبد الحفيظ. النادي الأهلي محتاج كابتن سيد عبد الحفيظ، إن هو يرجع تاني ويظبط اللعيبة دي. في تراخي كبير بين اللعيبة، اللعيبة مش بتلعب بنفس، اللعيبة مش بتلعب بروح. لازم يكون في شخصية قوية. الجماهير بتاع النادي الأهلي في نقطة وحشة عملتها في مباراة بتروجيت، شتمت الحكم، والحكم كان في المباراة دي ماشي بشكل مظبوط. فإنك تطلع وتشتم حكم، دي مش من أخلاق جمهور النادي الأهلي. دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة جدا برضو. فالنادي الأهلي عايزين نطوره الفترة الجاية. النادي الأهلي محتاج تطوير الفترة الجاية من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن عم حارس. التطوير يبدأ من عم حارس لحد أكبر، لحد كابتن خطيب اللي هو رئيس النادي. عايزين تطوير في كله، عايزين نشوف الأهلي ده فريق أوروبي. النادي الأهلي مش قليل، النادي الأهلي عنده صفقات، عنده صفقات اللي هي قادرة على إن هي تنافس أي فريق أوروبي. زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، إمام عاشور رجع الحمد لله على السلامة. في لعيبة كتيرة كويسة. فإحنا محتاجين إن النادي الأهلي يطور من نفسه الفترة اللي جاية، يطور. أهم حاجة الأداء في الملعب، أهم حاجة الجمهور يلتزم ويكون جمهور إيد واحدة، وجمهور بيرجع بقى بزمن الأيام الجميلة. جمهور الأهلي مهم، عامل مهم. فده برضو حاجة مهمة. وبرضو
عايزين ان اللعيبة ما تبصش لبعضها، والنقطة دي مش هتتحل غير بوجود كابتن سيد عبد الحفيظ. نقطة ان اللعيبة ده بياخد كام وده بياخد كام، وده مدفوع له بياخد نسبة في الاعلانات وده ما بياخدش في الاعلانات، فاللعيبة هنا بتبص لبعضها، اللعيبة هنا بتبص لبعضها وده مش كويس خالص. فدي برضو نقطة مهمة جدا، وعايز الكابتن سيد عبد الحفيظ. وطبعا النادي الاهلي قادر ان هو ينافس على اي بطولة في العالم في ظل الصفقات الموجودة حاليا، في ظل الصفقات الموجودة حاليا. فلازما تطوير داخل النادي الاهلي في اقرب وقت ممكن. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.